لا حول ولا قوة الا بالله. بأمانة حاجة مغزية. مباراة حاجة مغزية. احنا مش فالحين يا جماعة غير في الاعلانات بس، اللي احنا نطلع اعلانات ونعمل شو ونعمل اعلانات زي اللي ايه السنة اللي احنا طلعنا منها من دور المجموعات في مصر. برضه قعدنا نعمل اعلانات في اعلانات واخدنا على قفانا وطلعنا من دور المجموعات. والسنة دي ده برضك هيتكرر. السنة دي برضك ده هيتكرر. يعني انت هتسألوني مين دول، اقول لك هم دول التشكيلة بتاعت منتخب مصر كانت النهارده. يعني لولا النهارده وجود حجازي ومحمد عبد المنعم كان الشناوي طلع كلين شيت النهارده. يعني هو نقص كرة من الباك الشمال محمد حمدي، تمام. يعني كتر خيره. جونين اصلا ملوش دعوه بيه خالص اطلاقا. حجازي باين عليه ان هو مش قادر يجري. راجل بقاله سنه في الصليبي مش قادر يجري. محمد عبد المنعم مش شايف النهارده خالص اطلاقا. محمد عبد المنعم حرفيا مش شايف اطلاقا. الكرة في الجون الثاني معديه من قدام رجليه، مش قادر يمد رجليه يجيبها. مش قادر يمد رجليه يجيبها. محمد هاني مش عايز يقتنع ان هو كبر. مش عايز يقتنع ان هو كبر، لسه مقتنع ان هو ناشئ. لسه مقتنع ان محمد هاني ان هو ناشئ. نيجي لخط النص اللي هو كانش موجود اصلا النهارده خالص، ولا كانش موجود خالص. حمدي فتحي، شفت انت الاعلان حمدي فتحي اللي هم قالوا بيه عليك انت 4 سنين دولي منهم 3 مكشر، انت قاعد لسه في الوكره هناك، انت ما جيتش من القدر، قاعد مفخخ هناك والدنيا طراوه وحلوه، ما جيتش خالص النهارده. زيزو بسم الله ما شاء الله شاط 6 كور منهم 10 جبناهم من على الدائري بتاع ساحل العاج. مفيش ولا كوره خالص اصلا بين البرواز، كله في الشليحه خالص. نخش على النني اللي انا مش عارف اصلا النني من 3 4 سنين اصلا وانا مش مقتنع ان هو بيلعب في منتخب مصر ليه. نفسي افهم حد يجاوبني، النني بيلعب في منتخب مصر ليه؟ هل عشان بيلعب في الارسنال؟ يابا ده قاعد دكه يابا بيجيب لهم الكور قسما بالله هناك في التمرينات هناك، والله ما بيلعب. النني ما بيلعبش، ده بينزلوه تغيير اصلا تضييع وقت هناك. النني انا عن نفسي اصلا مش عارف هو قاعد في الارسنال ليه. هل هو ماسك اكاديميه هناك مثلا، ممسكينه اكاديميه مثلا بتاعت الناشئين مثلا، ولا ايه؟ مش فاهم انا ايه لازمه النني. بقى النني يلعب على حساب امام عاشور ويلعب على حساب مروان عطيه؟ ازاي يا جدعان؟ ازاي؟ محمد حمدي كارثه، كان هيشيلنا جون بسم الله ما شاء الله لولا الشناوي. الوحيد اللي مقتنع بيه باك شمال يكون المدرب الفاشل بتاعنا روي فيتوري، ده اللي مقتنع بيه. محمد بيه صلاح بياكل النجيله حرفيا مع ليفربول. محمد صلاح ليفربول، مش محمد صلاح المنتخب الوطني. انت اللي تشوفوا الرياكشن بتاع محمد صلاح في جون التعادل، محمد صلاح بيضحك. محمد صلاح حرفيا بيضحك، مش شايلش مسؤوليه. اللي هو ايه، كلمه كلوب انجز عشان خاطر معانا ماتشات، انجز يعني ما تسخنش قوي. خايف يخش، خايف يضغط، خايف يشوط، خايف. مش عارف هو جاي ليه اصلا. هو جاي ليه؟ ده راجل موظف، ده راجل بيجي يلعب له ماتشين موظف وبياخد بعضه ويمشي. راجل، انت في فرق بين الموظف اللي شغال في شركات والموظف اللي شغال حكومه. الراجل بتاع الحكومه ده متامن عليه، اما الموظف بتاع الشركات ده في اي وقت هيرموه يقولوا له امشي. هو جاي بقى يخلص بقد وقته وبتوكل على الله وامشي. هو ده محمد صلاح الوحيد اللي كان النهارده راجل وبيلعب وبيضغط يكون مصطفى محمد. فعلا الواد ده هو يستاهل يلعب في الدوري الانجليزي. الوحيد اللي كان بيقاتل على كل كوره يكون مصطفى محمد. ده راجل، ده حتى الكوره لما اترفعت عرضيه في لاعب في الدوري الانجليزي يجي لي كوره زي كده اهو. يعني لولا مصطفى محمد مع سحب الكوره ولف بسم الله ما شاء الله وحطها في البعيده. دي ضربه الجزاء يا مؤمن، ضربه الجزاء ما كانتش هتيجي. ضربه الجزاء لولا ستر ربنا ودعاء الملايين خبطت في العارضه ودخلت. ده المنتخب اللي عايز ياخد بطوله. منتخبات افريقيا يا جماعه مفيش حد سهل، ولا موزمبيق ولا نيجيريا ولا غانا ولا غينيا الاستوائيه ولا الراس الاخضر. الراس الاخضر متقدم على غانا 1-0. الراس الاخضر اللي احنا متفكرين هنفوز عليها سكور متقدمه على غانا 1-0. مفيش منتخب سهل. واحنا كده هو يعني بوادر بانت، الاله الحاسبه بانت بدري يعني.